حكايتي بدأت يوم كتب كتابي اللي كان المفروض يكون أسعد يوم في حياتي. المأذون خلص كتب الكتاب وقال جملته الشهيرة: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. وأول ما المأذون خلص لقيت جوزي وقف وبصلي بضحكة، بحسبه جاي عليا علشان يبارك لي، لكن لقيته بيقول لي: انت طالق. الكل بصدمة: ايه انت بتقول ايه؟ وبدأت الناس تبص لبعض باستغراب، وراح قلع الخاتم ورماه في وشي وقال لي: طالق بالتلاتة كمان. في الوقت ده حسيت بصدمة كبيرة وحسيت ان رجلي مش شايلاني. قلت له: انت بتطلقني يوم كاتب كتابنا؟ هي دي مبروك؟ هو ده حبنا؟ رد عليا ببرود وقال لي: حب مين يا ام حب؟ فوقي لنفسك. رد بابا بغضب: اطلع بره بيتي يا كلب. رد على بابا بسخرية وقال له: طالع وابقى وريني بقى هتقول للناس ايه. حسيت وقتها بانهيار وفضلت اقول بعياط وصراخ: ليه عمل كده؟ ليه كسر فرحتي؟ ده انا كنت بحبه جدا. ردت امي في الوقت ده وقالت: محدش عارف عمل كده ليه، بس هنقول للناس ايه دلوقتي؟ رديت على امي وقلت لها: هو ده اللي همك كلام الناس؟ طب وانا اللي اتكسرت فرحتي يوم كاتب كتابي مش هماكي؟ ردت عليا امي والدموع ماليه عينيها: حقك عليا يا بنتي، انا اسف. واخدتني في حضنها وهي منهاره. في بيت طليقي مامته بتساله: ايه اللي انت عملته ده؟ رد عليها ببرود وقال لها: حبيت اذلها. الناس لما تلاقي بنت اتطلقت يوم كاتب كتابها اكيد هتتكلم. ردت عليه امه وقالت له: منك لله، ده انت كنت بتحبها وهتتجنن عليها. رد عليها وقال لها: عمري ما حبيتها، ويا ريت ما حدش يسال عملت كده ليه. امه بحسره: ربنا يهديك يا ابني. مر بعد كده 4 شهور وانا حابسه نفسي في اوضتي ما بخرجش، وفي يوم من الايام اتقدم ليا عريس جواز صالونات. بابا جه ياخد رايي وقال لي: ايه رايك يا بنتي؟ رديت عليه بحزن وقلت له: موافقه يا بابا. بابا فرح جدا وقال لي: ان شاء الله هيكون عوضك. ردت امي بحزن: يعني عوضها في واحد مطلق؟ رد بابا وقال لها: ما هي بنتك هي كمان مطلقه. ردت امي: ده معاه ولد، انما بنتي لسه ما دخلتش دنيا. رد بابا بغضب وقال لي: ماما انت عايزه تعرضيني؟ يعني سكوتي خالص ومش عايزه اسمع صوتك. وقال: انا هكلم العريس وهنحدد ميعاد كتب الكتاب على طول والفرح في نفس اليوم. بصيت لبابا بحزن وهزيت راسي بالموافقه، وكتبنا الكتاب وعملنا حفله صغيره جدا بعد كتب الكتاب. بعدها روحت مع جوزي على شقتنا. اول ما دخلت شقتي لقيت جوزي بيكلمني بهدوء وبيقول لي: انا عارف ان كل حاجه تمت بسرعه وما لحقناش نتعرف على بعض، ولا انت لحقتي تتعودي عليا. انا مش عايز منك اي حاجه ولا هطلبك باي حاجه. انا عارف كل اللي حصل معاكي الفتره اللي فاتت ومقدر اللي انت مريتي بيه، فمش هضغط عليكي نهائي. حاجه واحده بس اللي عايزها منك، انك تساعديني في تربيه ابني. رديت عليه بهدوء وقلت له: تمام. اولا انا مش همنعك من حقك، تاني حاجه انا هتعامل مع ابنك كانه ابني بالظبط. بصلي بابتسامه وقال لي: تمام، يبقى اتفقنا. ابني النهارده بايت مع امي، بكره ان شاء الله هجيبه. تاني يوم جرس الباب رن، رحت علشان افتح الباب لقيته خطيب اللي طلقني يوم كاتب كتابنا، ولقيته بيقول لي بكل خبث: انا حبيت اشوف المغفل اللي اتجوزك، هو شكله ما يعرفش انا طلقتك ليه. في الوقت ده انا حسيت ان جسمي كله تلج وما قدرتش اتحرك من مكاني ولا حتى ارد عليه من شده الصدمه اللي كنت فيها. في الوقت ده جوزي خرج ولقيته بيقول لي: فيه ايه؟ مين ده؟ رد عليه وقال له: انا جوزها اللي طلقتها يوم كاتب كتابها وحبيت اشوف المغفل اللي اتجوزها. جوزي في الوقت ده اتعصب جدا ومبقاش شايف قدامه، رفع ايده عليه واداله اللي يستاهله وقال له: لو شفت وشك على باب بيتي تاني او بتتعرض لمراتي تاني انا هحبسك. طرد وقفل باب الشقه. واول ما قفل باب الشقه لقيته قرب منه بيقول لي: ما تخافيش، انا موجود، ما يقدرش يقرب منك او يأذيكي باي شكل. انا عارف انه كذاب وجاي يقول كده علشان يسبب لك مشاكل معايا، بس ما تقلقيش انا عارف كل حاجه. في اللحظه دي حسيت بضعف كبير واترميت في حضنه ونهرت من العياط. فضل يهديني ويقول لي: ما تقلقيش، انا موجود وهحميكي. وعدت بعد كده فتره، وفي يوم لقيت ست انا معرفهاش بترن الباب، واول ما جوزي فتح فضلت تزعق وتقول له: انت اتجوزت؟ بعد صبري عليك كل ده رحت اتجوزت؟ ده انت كنت بتخوني مع كل البنات، حتى عايزه صاحبه ليا وسكت لك كتير وصبرت عليك. رد جوزي عليها بغضب: انا عمري ما خنتك، انت مش بس تستحقي الطلاق، انت كنت تستحقي حاجه اكبر من كده علشان انت واحده زباله. ردت عليه بغضب وقالت له: الزباله دي تبقى مراتك اللي انت اتجوزتها، والله اعلم عملت ايه علشان تتطلق يوم كاتب كتابها. ولسه ما كملتش الكلمه ولقيت جوزي بالكف على وشها وراح قايل لها: اياكي تجيبي سيره مراتي على لسانك تاني. ردت عليه وقالت له: تمام، بس اعرف اني هاخد ابني منك وكمان هتجوز. عدت بعد كده فتره، وفي اليوم ده خرجت وديت ابني جوزي الحضانه ورحت السوبر ماركت علشان اشتري حاجات للبيت. وانا خارجه من السوبر ماركت لقيت عربيه جت بسرعه وقفت قدامي وخرج منها واحد ورمى على وشي ماده حارقه. في الوقت ده ما حسيتش بنفسي، اغمى عليا، فوقت لقيت جوزي جنبي عمال يعيط ويقول لي: ما تخافيش، هتبقي كويسه ان شاء الله.
وفي الوقت ده جه الدكتور وعرفت منه إن حصل تشوهات في وشي بسبب المادة اللي جت عليه، وإنه لازم نعمل محضر. ولقيت جوزي انهار وقعد على الكرسي وفضل يعيط، وأنا من شدة الألم والانهيار ادوني مادة مهدئة وما حسيتش بأي حاجة بعدها. في الوقت ده جوزي سابني وراح يجيب ابنه من الحضانة ويرجع لي تاني. بعدها بشوية بدأت أفوق، وأول ما فتحت عيني لقيت السابق اللي طلقني يوم كاتب كتاب واقف ومبتسم، ولقيته بيقول لي بخبث: وحشتك مش كده؟ رديت عليه بانهيار: انت عملت فيا ايه؟ رد عليا بمكر وقال لي: ولا حاجة، شوهتلك بس وشك. انت ناسي عملت ايه؟ رديت عليه بصريخ: ليه؟ انا عملت لك ايه؟ انا نفسي اعرف بجد انا عملت لك ايه علشان تعمل معايا كل ده؟ في الوقت ده لقيته حط ايده على بقه وقال لي: وطي صوتك لحد يسمعنا، وبعدين انا جاي علشان اقولك ان انا عندي ليكي صورة حلوة قوي هتعجب الناس. رديت عليه بدموع وقلت له: حرام عليكي، انت عاوز مني ايه؟ رد عليا ببرود: تطلقي من جوزك واشغلك شغلانتك القديمة في الشقة حلوة. لسه هرد عليه لقيت حماتي بتصوت. المجرم طلع عارف ان حماتي واقفة بتتصنت علينا، علشان كده قال الكلام ده. ردت حماتي بصوت وقالت: هو انت طليقها؟ رد عليها بخبث وقال لها: ايوه، انت مين؟ قالت له: انا حماة المحروسه دي. ولقيتها بتقولي: انا كنت شاكه من الاول. رديت عليها بدموع وقلت لها: والله كداب، والله الكلام ده كله كده. ردت عليا وقالت لي: خلاص، انا غلطت لما جيت قلت لنفسي يمكن ظلمتك، بس طلعت انا صح. اتفوق عليكي، انا هخلي ابني يطلقك ويرميك. في الوقت ده لقيت طليقي مشي بهدوء وعلى وشه ابتسامه خبيثه. بعدها بشويه جوزي دخل علينا انا وامه، وانا بقول لها: والله ما حصلش، هو بيعمل كده علشان حاططني في دماغه. ردت عليا وقالت لي: حاطط مين؟ هو في راجل يحط بنت في دماغه؟ في الوقت ده لقيت جوزي بيقول لي باستغراب: هو في ايه؟ حكت حماتي لجوزي كل حاجه. لقيت جوزي وشه احمر وتعصب جامد، وراح قايل لمامته: تمام، الواد اللي كان هنا كداب، واقسم بالله ما هرحمه. ردت حماتي بغضب وقالت له: لا، مش كداب، هي اللي كدابه. قلت لك 1000 مره رجع مراتك، انضف منها 100 مره. جوزي بغضب: من فضلك يا امي راعي حالتها. ردت حماتي بطريقه: دي من عمايلها وشها تشوه. بصيت لجوزي وقلت له: انا عايزه اروح. رد عليا وقال لي: تمام. ورجعت فعلا على بيتي. عدى كام يوم ولقيت تليفوني بيرن. فتحت لقيته طليقي اللي دمر لي حياتي. لقيته بيقول لي: العرض بتاعي لسه متاح، بس الفرق انك هترجعي مراتي. رديت عليه بغضب: ارجع ايه؟ انت بتحلم بعد كل ده وارجع لك؟ رد عليا بخبث وقال لي: هسيبك تفكري يومين، ولو ما وافقتيش مش ههنيك على يوم واحد في حياتك. رديت عليه وقلت له: انت انسان مريض. لقيته قفل السكه في وشي. بعدها بشويه رجع جوزي من الشغل، لقاني منهارة وعمالة اعيط. ما كنتش ناوية احكي له على حاجة علشان ما سببلوش مشاكل، ولكن جوزي فضل يضغط عليا لحد ما حكيت له على كل حاجة. خرج جوزي من البيت وكله غضب. اتصل بصديق له في الشرطة وحكى له على كل حاجة، وقدم محضر في طليقي. وراح جوزي والشرطة لبيت طليقي وتم القبض عليه. جوزي في الوقت ده بصله وقال له: هتندم ندم عمرك اللي عملته مع مراتي. رد عليه وقال له: انت مش بعيد تعمل اكتر مني لما تكتشف حقيقتها. جوزي تجاهل كلامه ومشي. رجع البيت ما لقانيش فيه. جالي بيت اهلي، واول ما دخل البيت لقيت على وشه غضب كبير، وقال لي: انا مش اريال علشان تخرجي من البيت من غير علمي. رديت عليه وقلت له: طلقني. قال لي بصدمه: انت بتقولي ايه؟ قلت له: طلقني علشان هرجع لطليقي الاول. قال لي: هترجعي له بعد ما شوه وشك؟ طب وانا؟ رديت عليه بدموع وقلت له: ما انت اهو بتقولي شوه لي وشي، يعني مع الايام هتقرف مني. لقيته جه وقعد جنبه وقال لي: انا مراعي حالتك النفسيه، بس اني اتخلى عنك ده مستحيل، حتى لو انت اللي عايزه برضه مستحيل اسيبك، انت مراتي وحبيبتي. رديت عليه بذهول وقلت له: حبيبتك؟ رد بابتسامه وقال لي: اه حبيبتي. هو انت فاكره اني هتجوز واحده مش بحبها ولا اعرفها كمان؟ رديت عليه باستغراب مش فاهمه حاجه. رد عليا بهدوء: انا اعرفك من قبل ما اتجوز، كنت لسه بنوته في الجامعه وحبيتك وقتها، وكنت دايما متابعك وناوي اتقدم لك، بس للاسف حصلت ظروف واتجوزت مراتي، وانت كمان بعدها بفتره اتخطبتي. قلت لنفسي يمكن مش نصيبي، ولكن يشاء القدر اننا نتطلق احنا الاتنين ونتجوز. في الوقت ده انا سكت، ما كنتش عارفه اقول ايه. رد بابتسامه وقال لي: يلا نروح بيتنا. رديت عليه وقلت له: طب ومامتك والكلام اللي سمعته؟ قال لي: ما تقلقيش، انا هقنعها. وقال لي: عندي ليك مفاجاه. قلت له: مفاجاه ايه؟ قال لي: انه كلم دكتور في امريكا علشان نسافر ونعمل عمليه في وشي علشان ارجع زي الاول. رديت بفرح وقلت له: بجد؟ قال لي: اه بجد. بعد كده عدى سنة ونص، كنت عملت العملية وتحسنت تماما ورجعت زي الأول وأحسن كمان. وكمان في الوقت ده ربنا من عليا وخلاني